السلام عليكم إخواني. في هذا الفيديو اللي غنتحدثوا فيه على المعارضة الجزائرية في الخارج اللي كتبرز نفسها وكتحط نفسها على أنها هي البديل للنظام القائم في الجزائر حاليا. هذه الحركة المعارضة هي حركة رشاد. حركة رشاد هي حركة إسلامية كيتزعموها إسلاميين فارين في الخارج، في فرنسا وفي بريطانيا. أبرزهم هو هذا، سميتو مراد تينا. هذا مراد هنا. وكاين اخر هو العربي زيتوت، هذا اللي في الصورة. هادو كيمثلوا كيبرزوا كأنهم بدائل للنظام الجزائري. كاينين مغاربة اللي انخدعوا بهاد الخطابات ديالهم، وكاين مثلا المقرئ ابو زيد اللي طلع كيمدح في العربي زيتوت في احد الفيديوهات. في هذه الحلقة غادي نشوفوا واحد الفيديو نشره مؤخرا مراد دينا مؤسس حركة رشاد، اللي كيبين فيه بأنه لا فرق بينه وبين النظام القائم في الجزائر. كما كلمة القائل ليس في القنافذ أملة، وهي تعزل في ولاد الكلبة طلع جرو. فالمعارضة السياسية مع النظام القائم في الجزائر فهم نفس الهدف، نفس العقيدة، عقيدة حقد المغرب، حقد على النظام المغربي، ضد الوحدة الترابية المغربية، كيدعموا الانفصال في المغرب، تقسيم المغرب، بحال لا فرق. نشوف الفيديو ديال مراد هنا ونعلقوا عليه. طبعا احنا نعرف ان اولا من ناحيه المنطلق السياسي، قضيه الصحراء الغربيه بالنسبه لنا في حركه رشاد هي قضيه تصفيه استعمار لابد ان يتم معالجتها في اطار حق تقرير المصير. هذا منطلقنا، بعيد عن السياسات، النظام هذا مع الاخر ولا مش عارف المخزن، هذا قضيه مبدا. الان الوضع الجيوسياسي يزيد يقوي هذا المنطلق، لأننا للأسف نرى استقواء نظام مخزني في عملية التطبيع مع الكيان الصهيوني، استعملها كورقة باش يفرض رأيه في هذه المنطقة. وهذا طبعا لا سياسيا لا مبدئيا لا قانونيا ما يقبل الأحرار اللي يقفوا مع القضايا العادلة يقبلوه. هذا كيف ما لاحظتوا فهما نفس الخطاب، نفس المفردات، نفس اللونغاج، نفس العقيدة، المخزن، الكيان، التطبيع، نفس لا فرق بيناتهم. باش تكون الأمور واضحة من منطلق حتى حركة رشاد. كذلك من باب الإنصاف، الموقف في الجزائر مع كل ما لدينا من اختلافات مع الدبلوماسية الجزائرية ومع شطحات هذا النظام وطاماته، كان إلى حد ما منسجم، مقدم من بعيد منسجم، ومع قلت ما عندنا انتقادات أكيد، لكن معليش نخلوا هذه الأمور بين قوسين في المرحلة التالية. الشيء اللي وقع أمس، طبعا هنالك قوة متغطرسة معروفة شكون، أمريكا حابة تفرض وضع معين في العالم، تقرر هنا تدير كذا في غزة، يصرى كذا في هذه كذا، لأن قوة أصبحت شبه وحيدة. قررت أمرا ما وقالت أن هذا الشيء لازم يتم بهذه الطريقة في هذه المنطقة، وحب من حب كره من كره، وهم ماضين فيها لكل حال. من باب سياسة الواقع نعلم أن الجزائر في وضع حرج، لكن للأسف احنا في حركة رشاد ما راناش اللي يفرحوا بهذا الوضع، هاي الشح فيهم لأن جنرال، لا، لأن الأمر في هذا الأمر بالذات هذا فيه مخاطر على الأمن القومي الجزائري، على الدولة الجزائرية كدولة. أنا ما يهمني كيف ما سمعتوا قال لك حنا في حركة رشاد مع
ما عجبهمش الحال، ما راضيينش بهذا الواقع هذا، ما راضيينش بالسياسة أو الدبلوماسية الجزائرية. كيشوف بأن كاين ضعف في الدبلوماسية الجزائرية، بأن القرارات الأمريكية والضغط الأمريكي فهو في صالح المغرب وضد الجزائر، وكيأيد التوجه الجزائري في دعم الانفصال في المغرب. هذا معارض، هذا هو البديل اللي كيقدم نفسه بديل للنظام الجزائري. تخيل معايا، حنا عندنا مشكل مع نظام غبي اللي هو النظام الجزائري، هو النظام العسكري الجزائري، والبديل ديالو اللي كيقدم نفسه كأنه بديل ونبغي الديمقراطية، ومع حتى هو نفس التوجه. راه ما غنلقاوش تغيير. راه المغاربة إلا دعموا شي ثورة ولا أيدوا شي حراك في الجزائر، راه ما كاينش البديل في الجزائر. راه كلهم ولاد الكلاب، كلهم عجينة وحدة، كلهم ولاد القهف بهاد لوطير، ما غتلقاش بديل بيناتهم. كيقول لك عدو جاهل احسن من عدو عاقل. عدو جاهل فهو غيضر نفسه، غيخرب نفسه، وحنا في مصلحتنا يبقى النظام العسكري في الجزائر حاكمهم. مصلحتنا يبقى شنقريحة ويبقى تبون حاكمهم. مصلحتنا كيخدموا المغرب احسن خدمة. فلو غيرنا ولا لو دعمنا شي تغيير في الجزائر، ولا لا قدر الله وقعت شي ثورة، فالبديل فهو أسوأ، لأن المواطن الجزائري رضع حقد المغرب من الصغر ديالو، من الثدي ديالو رضع حقد المغرب. فما تلقاش شي جزائري كيدعم الوحدة الترابية للمغرب ولا ما كيدخلش في الشؤون الداخلية للمغرب، ما غتلقاش. فمن الأحسن يبقاو الكابرانات عافطين على ريوس يماهم العربية، حافظين عليهم. مصلحتنا النظام الجزائري يبقى ملهي بالصحراء المغربية حاليا. دابا تخيلوا معايا كون كان نظام واعي، نظام عاقل، وفي نفس الوقت كيدعم الانفصال في المغرب، كيفاش غتكون النتيجة؟ غتكون نتيجة كارثية بالنسبة للمغرب. فالنظام الحالي اللي كاين في الجزائر يقدم خدمات جليلة للمغرب ولصالح المغرب في طي هذا الملف، لأن السياسة الدبلوماسية ديالو الخارجية فهي كتبنى على رد الفعل وعلى العصبية. وهاد العصبية اللي كتشاهدوها في الخارجية والدبلوماسية الجزائرية كترجع لينا بالنفع في المغرب. من نهار اللي طلع تبون وشنقريحة اللي عماهم حقد على المغرب، حصد نتائج اللي ما حصدهاش هذه 50 عام. 50 عام وحنا في ملف الصحراء المغربية ما حصدناش في هذه 4 سنوات 5 سنوات ديال تبون بحالها. فالجزائر هذه 50 عام كانت كتخبى وراء الانفصاليين ديال الجبهة البوليساريو، وكتقول لك انا لست بطرف، انا ما يخصنيش، انا مراقب. ولكن حاليا في هذه 5 سنوات الجزائر هي الطرف الاساسي. العالم اكتشفها، العالم عرف بان كاين الجزائر طرف. والله يرحمه الحسن الثاني منين قال ليعلم الله مع من حشرنا في الجوار، يعلم الناس مع من حشرنا الله في الجوار. هاد الجملة هادي وضحات دابا حاليا في 5 سنين بانت. العالم عرفهم وانكشفوا وتعرات العورة ديالهم قدام العالم كامل شاف العورة ديالهم بينه هو الطرف، ما كاينش مخاطب. فامريكا منين دخلت في هذا الموضوع وفرضات حوار مباشر بين المغرب والجزائر، ما هضرتش على البوليزاريو، هضرات على مفاوضات بين المغرب والجزائر. وهذه المفاوضات اوتوماتيكمون بتلقائيه غادي تقضي على القضيه الصحراويه، لان لا وجود القضيه الصحراويه بدون الجزائر. لان الانفصاليين ديال البوليزاريو ما عندهمش قرار ديال السلم والحرب، ما عندهمش قرار. عايشين في اراضي اجنبيه،
كيأتمروا بأوامر ديال الجنرالات الجزائريين، فمستحيل غيوافقوا على شي وقف إطلاق النار، ولا غيوافقوا على حكم ذاتي، ولا غيوافقوا على أي مفاوضات بدون استشارة العسكر الجزائري. نرجعوا لموضوعنا، لأن هذا هو البديل اللي كيقدم نفسه بديل. هادو الإسلاميين الجزائريين اللي عايشين في الخارج، اللي هاربين، ولكن راه عندهم نفس العقيدة، حقد على المغرب، حقد على الملكية، حقد على الوحدة الترابية المغربية. طلع مؤخرا العربي زيتوت كيهدد، كيقول لك حنا غادي ننضموا للنظام وغنأيدوا سياسة النظام إذا استمريتوا في الحديث على الصحراء الشرقية المغربية. وانا من هذا المنبر كنقول للعربي زيتوت، انضميتي للنظام ولا عارضتي النظام فراكم سواء، لا فرق بينك وبين النظام. حقدك على المغرب لن يتغير بانضمامك أو بمعارضتك للنظام. ونقول لك اللي ربحوا النظام غتربحوا حتى انت. بالعكس حنا من مصلحتنا تنضم للنظام، لأن كانت منفعتنا على الأقل إلا انضميتي للنظام غادي تنفعنا، غادي تشرب الغباء ديال النظام وغتولي نتايا مكرغل، عقليتك نفس عقلية النظام. دونك انا مصلحتي ترجع للنظام. وكندعو اخواني المغاربه عاونونا في هذه القناه، انضموا لها باش نقدم لكم كل جديد. والى اللقاء.